هل تعلم أن ما تشاهده الليلة ليس مجرد مباراة كرة قدم؟ إنها معركة ثأر بقيت مشتعلة لأكثر من 60 عاماً. تخيل معي المشهد: أمستردام عام 1962. ريال مدريد ملوك أوروبا الخمسة يتقدمون بقيادة الأسطورة بوشكاش الذي سجل هاتريك تاريخي. الجميع ظن أن المباراة انتهت وأن الملوك لا يقهرون، ولكن فجأة ظهر النمر الأسود أوزيبيو ليقلب الطاولة ويسحق أحلام دي ستيفانو بنتيجة 5-3. تلك الليلة لم تكن مجرد خسارة، بل كانت نهاية حقبة وبداية لعنة غوتمان الشهيرة التي جمدت ألقاب بنفيكا الأوروبية حتى يومنا هذا. واليوم في لشبونة التاريخ يستيقظ بمرارة. ريال مدريد يدخل كعملاق يسيطر على القارة، بينما يقاتل بنفيكا لكسر النحس الذي يطارده منذ عقود. إنها مواجهة بين كبرياء الملوك وجوع النثور الجريحة. وقبل أن نرى من سيحكم أوروبا الليلة، لدي طلب خاص من القلب. نحن الآن عائلة صغيرة من 1000 مشترك، وحلمنا بفضل الله ثم دعمكم أن نصل إلى 1,000,000 مشترك. اضغط لايك واشترك الآن لتكون جزءاً من هذه الرحلة العظيمة بإذن الله. والسؤال الأخير لكم: هل يستطيع بنفيكا فك العقدة الليلة، أم أن قميص الريال أثقل من أن يحمله أي خصم؟